مرحبا بكم في قناة أخبار توداي. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تنبيه من الموجة الخامسة في المغرب. خلال إنجاز صحفي خصص لعرض التقييم الشهري للوضع الوبائي لفيروس كوفيد 19 في المغرب، أكد مرابط أن ثلثي حالات الإصابة تم تحديدها في مناطق الرباط، سلا، القنيطرة والدار البيضاء سيطات، مشيرا إلى أنه بعد فترة رابعة مدتها 3 أشهر تميزت بانخفاض انتشار فيروس كورونا، عاد مستوى الانتشار مرة أخرى كما كان متوقعا. وأشار إلى أن معدل الإيجابية الأسبوعية ارتفع بشكل ملحوظ إلى 2.1% في الأسبوع الماضي، بعد ركود أقل من 1% لأكثر من شهرين، قائلا إن هذين المؤشرين يؤكدان أننا دخلنا على الأرجح في موجة خامسة، موجة انتشار مجتمعي للفيروس، في انتظار توضيح الرؤية نهاية الأسبوع الجاري. وبشأن الحالات الخطيرة والحرجة، أكد المسؤول أنها لا تزال محدودة للغاية، حيث تم إدخال 3 حالات فقط في العناية المركزة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بينما لا توجد حالة على التنفس الاصطناعي. وقال أيضا إن حالات الوفاة في أدنى مستوى لها منذ بداية الوباء على مستوى البلاد، حيث سجلت حالة وفاة واحدة فقط في الأسبوع خلال الفترة الماضية. فيما يتعلق بمتغيرات فيروس سارس 2 المنتشرة في المغرب، أشار مرابط إلى أن متغير أوميكرون موجود في كل مكان مع متغيرات فرعية مختلفة تهيمن عليها نقط 5. وبخصوص الحملة الوطنية للتلقيح، قال المسؤول إن نسبة تغطية الجرعة المنشطة بلغت 18.7% من السكان، بنسبة استمرارية تعادل 29.3%. وتحث وزارة الصحة والرعاية بشكل عاجل كبار السن والمصابين بالضعف المناعي والمصابين بأمراض مزمنة على تلقي الجرعة المنشطة من أجل رفع مستوى المناعة ضد كوفيد 19، حسب ما ذكر السيد مرابط. كما دعت الوزارة جميع المواطنين الذين يعانون من أعراض تنفسية إلى ارتداء الكمامة. نشكركم على حسن تتبعكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أخبار توداي، قناة الخبر اليقيني.